السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومياتنا جوانا ونور. ما تنسوش يا حبايب قلبي تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة وتفعيل الجرس. لو انت اول مرة تنوريني تشترك لك كده في القناة وتكتبي لي بقى كومنت حلو كده زي القمر. النهارده اكله سهله وبسيطه، صينيه البطاطس بالبصل بتاعه الافراح، من غير ما هنتعب فيها ولا هنعمل اي حاجه. زي ما انتم شايفين ده جدول النهارده، يعني انت حسب الكميه اللي انت هتعملي. انا هعمل 3 صوان تمام، مع رز بشعريه، كل واحد وامكانيات. مش هعمل فيها لا فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين طبعا انا مقشرها كده، وهنقطعها مع بعض واحدة بواحدة. هقشر البصل والبطاطس وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين ادي الصلصة اللي احنا هنستخدمها طبعا. فطبعا هي مجمدة اهي، فانا هسيبها تستلق لها شوية وهعملها بالهاند بلندر. شوفوا يا بنات، دي كل الكمية اللي انا استخدمتها تمام. فاحنا لازم نكون مقطعينها خفيف، اللي هو ايه، السمك موحد، عشان متاخدش منك سوا كتير، وفي نفس الوقت يوم غدا احنا عارفين ان الدنيا غالية، وايام الشتاء بناكل كتير. دي بقى هتساعد عيالك على الدفا. واحنا كلنا بنحب نروح الافراح عشان ناكل صينية البطاطس ده والله. حابة بقى عايزة تطبخيها بلحمة، عايزة تطبخيها بفراخ، براحتك. بس انا كده طبخها كده من غير لا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة، وهتاكليها احسن من الفراخ واللحمة والله. دي تاني مرة اعملها، يعني انا عملتها معاكم دي تاني مرة، لكن اول مرة عملتها لنفسي. وحتى في الغربة هتلاقوا بيعملوه، يعني هي اسهل حاجة لهم، اسرع حاجة. بعد ما قطعناها بقى هنشطفها كمان شطفة، وهنحط توابلنا عليها ونرصها في الصينية وندخلها في الفرن. شايفين اهي يا بنات، طبعا ما غسلتها. دي اول حاجة الكزبرة تمام. بتحط الكمية اللي انت عايزاها. 7 بهارات، كمون، طبعا جايبه بتوع التوابل كلاتهم جنبي عشان احط براحتي. كاري بطعم الفراخ، بهارات بطاطس، كركم، برضو دي تاني طعم الفراخ، توم باودر، بصل باودر،
توم، زي ما انت عايزة تحط كمية التوم اللي انت حباها. انا بحط كتير عشان الكمية اللي قدامي كتير طبعا. زي ما احنا شايفين، اللهم بارك فيها يا رب. ادي الملح، دلوقتي بقى يا بنات انا كنت بجيب فلفل وطماطم. ادي الفلفل، سايبهم هما في الاخر. اهي بيض البندورة، اهي يا حبايبي شايفين. ولو انت يعني شايفه الكميه كتيره براحتك قلليها. هقلب كل ده من مره واحده واوريها لكم. محدش يقرف طبعا من ايديا عشان انا بسلقها طبعا قبل ما استخدم في شغلي. اهي تيجي بقى كده اهي. دلوقتي تكون انت بقى مجهزه بقى ايه الصواني اللي انت هتستخدمي فيها، عشان انت مدهراه ومخلصاه. هي كده فان انت هتعملي البصله كده حبايه من حبايتها. ادي اول صينيه خلصناها. طبعا مستنيه ايه
اما الصلصه تغلي معايا تاني مقليه اهي. الصوص بقى بتاعها يا بخت الصينيه اللي هتفوز فيها في الاخر. شايفين احنا قايلين 3 صفار. ادي الصينيه الاخيره. اهي هنركن كل ده من على جنب وهنستخدم ايه الطماطم هنا. طبعا استخدمت فنجان من الميه بتاعت الطماطم. كنت بجيب الهاند بلندر عشان ايه نظبط الصواني مع بعض وادخلها في قلب الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبقى كده كله دي تالت رابع فنجان اهو. طبعا ده في الوقت ده يا بنات بدل انا بضربها اي صلصه معلبه عندك هجيب منها معلقه كبيره زي كده. طبعا الظهر اشتغل اهو يعني نص ساعه والصينيه دي تكون معانا خلصانه اهي يا بنات. هنضربها طبعا بالهاند بلندر تاني. عايزين نضربها كده خلاص تمام. نشيله كده بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الصينية التانية وادي الصينية التالتة اهي. تمام.
الوقت ده هظبط الميه بتاعتها. وكده كله استفاد من الصوص بتاعنا وشربوا. اول صينيه طبعا ادخلها الفرن واسيبها بقى. تاني صينيه مع نفسها برضو اهي، عشان احنا مقطعنا رقيق مش تخينه، فهتستوى معانا. ريحتها اقسم بالله خيال. ادي الرز طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين غسلته وخلصته. دلوقتي هنحط الملح بتاعه. تمام. مامتي بقى من النوعيه اللي هي بتكون عندها شعريه كتيره، فبتجيبها وبتحطها تحمرها وبتحطها في اي حاجه لغايه اما نيجي نعوز. فهي حطاها في ازازه، هفضلها اوريها لكم. الشعريه بتاعتي شايفين ذرة من الكمون و4 فصوص من الثوم. لو جربتوا بالطريقة دي والله ما هتبطلوا تعملوها. اللي عليه وريتكم الشكل النهائي في ختام الفيديو. شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك فيها يا رب لكل اللي هياكل منها. شايفين طبعا مش دي الصينيه الوحيده انا خلصته، بس ايه قلت هقدم كده بالشكل بتاعه. اشوفوا وشكم على خير فيديو تاني. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات نجوان ونور. وربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم.